بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل بقى النهاردة بسكوت القهوة السريع، احلى بسكوت. هنعمل اكتر من 60 بسكوتة بكوبايتين دقيق بس، ومن غير بقى ولا زبدة ولا خلاط ولا ادوات. جبت هنا بقى طبق هنحط فيه نص كوباية من الزيت ونص كوباية من السمنة ومعلقة كمان كبيرة، وعليهم نص كوباية من السكر البودرة، ونقلب بقى كل حاجة مع بعضها لغاية اما القوام يبقى كريمي ولونه فاتح. هنجيب بقى معلقة ونص كبيرة كده من القهوة اللي هي سريعة الذوبان دي، بتدوبيها في معلقة كبيرة من المية السخنة. ممكن تدوبيها بره وممكن تحطيها كده وتقومي رايحة مدوباها. وصفار كده بيضة، واقلب بقى المكونات كده كويس. يبقى كده حطينا نص كوباية زيت ونص كوباية سمنة ومعلقة، وقلبناهم كويس اوي، ونص كوباية من السكر البودرة، ومعلقة كبيرة ونص كده من القهوة اللي هي سريعة الذوبان دي، ومعلقة مية سخنة. هبدأ بقى اقلب المكونات دي كده كويس كده مع بعض. والمكونات الجافة كده هنحتاج كوبايتين مثلا ونص كده دقيق. المعيار زي ما انتوا شايفين كده، بنعاير الكوباية وبنمسحها كده ايه بمعلقة تانية، هتلاقي الكوباية بتتظبط بالظبط. حطيت على الدقيق هنا معلقتين كبار من الكاكاو الخام. عايزة اقولكوا في الخليط السائل طبعا لما حطيت البضاية حطيت رشة فانيليا. حطيت كده معلقتين دقيق في جنب عشان لو احتجتهم من الدقيق اللي انا عملته. وضفت هنا بقى الكاكاو، معلقتين ونص كبار من الكاكاو الخام، وعليهم ربع كوباية من النشا. وطبعا بنخلهم بقى على المكونات السايلة، وابدأ بقى ان انا اقلب كده ايه بالسباتولا كده، يا دوب الم بس العجينة. والعجينة كده بتفضل بتبقى ناعمة. غطيه كده بكيس كده عشان ما ينشفش، وابدأ بقى استعمل منه صينية، وحطيت فيها ورق زبدة كده عشان يحافظ على الصينية. وبعد كده هبدأ بقى اشكل البسكوت. جبت كده معلقة صغيرة عشان يبقى حجم البسكوت كله كده قد بعضه، وهبدأ بقى ان انا اكورهم كله. بعد ما كورتهم كده ببدأ ان انا ابططهم. جبت هنا غطا، وابدأ بقى ان انا اشكل اول واحدة بيه، يعني كل واحدة كده حوالي 5 شرطات كده. وهعمل هنا شكل تاني اللي هو شكل حباية القهوة كده، هبدأ ان انا اكوره واقوم عاملاه. هبدأ كده بمعلقة واللي هي الاسباتولا دي، واقوم رايحة عاملة لها خط كده في النص، هتبقى شكل حباية القهوة. هعملهم بقى كلهم بنفس الطريقة. هسخن طبعا الفرن كويس وعلى درجة 180، واحطها في الشبكة في النص، ودرجة السوا تبقى من 15 ل20 دقيقة. بتقسمي البسكوتة كده، لو في النص لونها فاتح شوية يبقى لسه عايزة تستوي شوية. لو تمام لونها كلها تبقى لونها كلها لون واحد. وابدأ طبعا اقدمها. عجبتهم اللي هي شكل حبات القهوة دي عن اللي انا عاملاها بالغطا دي. بس كده، وطبعا مع كوباية قهوة بقى يا سلام. كده يبقى خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. ولو وصلتوا لغاية هنا متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وفي اخر الكلام نقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.